مساء الخير عليكم. معاكم طارق مهدي. النهارده انا عايز اتكلم على فيديو من الفيديوهات اللي انا شخصيا بحبها جدا. الفيديو هو بعنوان هاو تو سيل، ازاي انا كسيلز كونسلتنت اقدر ابيع وازاي اقدر استمر في البيع. طيب هنبدا اول حاجه نتكلم. انت النهارده لو سيلز كونسلتنت وعايز تبدا تحط استراتيجي ليك عشان تبيع، لازم تحط في دماغك حاجه اسمها السيلز فانل. السيلز فانل ده بيبقى عباره عن هرم مقلوب. الهرم المقلوب ده عبارة عن لايرز أو شرايح. أنت بتبدأ فيها من اللاير الأولانية إن أنت بتارجت عدد كبير من العملاء. العدد الكبير من العملاء ده بيبدأ يقل 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 مع كل مرحلة بتعدي بيها. يعني مثلا أنت بتبدأ تعمل الكول الأولانية للعميل، سواء هو انترستد، سواء هو كولد كول، سواء هو ليد، وات ايفر العميل ده اللي الشانل اللي جايلك منه هي ايه. بتبدأ ان انت تكلم عدد كبير من العملاء. لو فرضنا ان العدد ده مثلا 100، فهتلاقي اللي هيسمعوك يروحوا منك للستيج التانية 50. هتلاقي اللي مهتمين من ال50 دول 30. هتحاول ان انت تعمل ميتنج او ان انت يبقى في مقابله بينك وبين الكلاينت، تعمل له برزنتيشن، تاخده للسايت، تحاول ان انت تشرح له اكتر عن المشروع او تشرح له تفاصيل اكتر عن الحاجه اللي انت بتبيعها له. هنقول مثلا دول بقوا 20. هتلاقي في الاخر بعد كده اللي هيبدا يخش معاك في مرحله، طيب ممكن احول فلوس، طب انا محتاج شيكات، طب انا هاخد القرار دلوقتي، لا انا هاجل القرار. فتلاقي الناس اللي جاهزه ان هي تشتري في الفتره اللي انت فيها دلوقتي، سواء حالا، سواء كمان اسبوع، سواء كمان شهر، هم تقريبا 10، لحد ما انت تلاقي ان انت في الاخر بتقدر تعمل كلوزنج على 2 أو 3. فانا النهارده عشان تقدر ان انت تبقى كونسيستنت في اللوب دي، لازم دايما ان انت تتارجت عدد كبير من العملاء، مش عدد قليل. طبعا انت عشان تبقى برضو بتقدر تعمل البروسيس دي صح، لازم العدد او اللاير الاولانيه من الهرم المقلوب ده عشان تقدر تتارجتها، لازم تتارجتها من different channels، من قنوات مختلفه. طيب يعني ايه يا طارق من ضمن قنوات مختلفه؟ يعني حضرتك النهارده هتبدا تتكلم قناه منهم اللي هي او تشانل منهم اللي هي دايره المعارف او الاصدقاء بتاعتي، صحابي، قرايبي، اصدقاء المدرسه، اصدقاء المنطقه، اصدقاء في شغل قديم انا كنت بشتغل شغل قديم، وابدا ان انا احاول اوصل للناس دي، وابدا ابعت لهم مثلا برودكاست عن مشروع، ابدا اكون بكلمهم على الانفستمنت في ريل استيت. دي هتكون شريحه تانية مثلا لو انت هتعمل كولد كولز، شريحه تانية لو بيجي لك ليدز، شريحه رابعه ان انت تقدر تستخدم السوشيال ميديا بلاتفورم بتاعك ان انت بتبروموت لمشاريع، او ان انت بتبعت انفو عن لونشز جديده. فتبقى اللاير دي انت بتارجت جزء من العملاء هنا ملهوش دعوه بده، ملهوش دعوه بده، فيبقى العدد اللي انت بتارجته من التشانلز المختلفه دي بيعمل لك اول لاير، وتبدا بعد كده تروح لللايرز التانية. زي ما قلنا من الحاجات المهمه جدا اللي انت تبقى حاططها في دماغك ان انت دايما يكون في فولو اب مع الكلاينت بتاعك عشان تقدر تاخده من لاير لتانية للتالتة. حاول تكون فاهم ان مش شرط ان العميل اللي هيتكلم معاك دلوقتي ان هو جاهز ان هو يشتري دلوقتي. مفيش حد فينا بيروح يشوف برودكت اول ما يشوفه بيشتريه، لا بيشوف برودكت واتنين، بيحاول ان هو يعمل سيرفي بتاعه، يحاول يسمع مثلا من اصدقائه حد كان عنده اكسبيرينس في الحاجه دي. فلازم يكون عندك فولو اب كويس قوي، لان ممكن تكون سايكل شراء العميل ممكن تكون افريج من 2 ل3. نفس الوقت لو انت عملت بيعه، لو حققت سيلز مع حد، حاول انت دايما تحتفظ بالداتا بيز بتاعتك دي وتكبرها، لان طبعا الكلاينت اللي بياخد منك جود اكسبيرينس بيقدر ان هو يشتري منك تاني وتالت، بيجيب لك اصدقائه، بيجيب لك قرايبه، لان خلاص هو ممكن يعتبرك زي ما قلنا مستشار العيله. دايما حط في بالك برضو ان one bad experience is too much. غلطه واحده مع عميل دي حاجه كبيره. عشان دايما تقدر ان انت تبقى very professional، لازم تبقى انت فاهم كويس قوي انت بتقول للكلاينت ايه، وتاكد من المعلومات اللي انت بتقولها له. لو في اي اسئله او اي معلومات حابين نتكلم عنها، حابين اقول لكم توبكس جديده عن ريل استيت، بليز ابعتوا لي على الكومنتس.